8 أشهر تأخير. كفى صبر يا إخوتي. نطالب اليوم وبصوت واحد بالتثمين السنوي الفوري وبالزيادة الاستثنائية اللي وعد بها رئيس الجمهورية. حقوقنا ماشي إحسان، التثمين حق وماشي تأجيل، والمتقاعد يستاهل يعيش بكرامة. السلام عليكم متابعين الأوفياء، مرحبا بكم من جديد في فيديو مهم بزاف، لأن موضوع اليوم راه داير حالة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وخلق نقاشا واسعا وسط الشعب الجزائري كامل، وهذا بعد التصريحات اللي خرجت بها لويزا حانون عقب لقائها مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. لقاء حسب ما قالت دام حوالي 4 ساعات كاملة، بلا بروتوكول، بلا قيود، وبلا خطوط حمراء. اليوم إن شاء الله رح نحاول نفصل هذا اللقاء نقطة بنقطة باش نفهم شنو راه صاير في الكواليس وشنو معنى هذه التصريحات وكيفاش ممكن تأثر على المتقاعدين، العمال، الطلبة، الأطباء، وحتى المواطن البسيط اللي راه يعيش يومه بصعوبة ويبقى يستنى أي بارقة أمل. أول نقطة ركزت عليها لويزا حانون، قالت بوضوح أنها ماشي ناطقة باسم رئاسة الجمهورية وما جاتش تصدر بيانات رسمية، لكنها نقلت محاور النقاش كما درك فعلا خلال اللقاء، وأكدت أن الجو كان مفتوح وصريح. الرئيس خلاها تهدر على كامل الملفات من أبسط الانشغالات اليومية حتى أعقد القضايا السياسية والاقتصادية، وهذا وحده يوحي أن اللقاء ما كانش عادي وكان فيه كلام ثقيل وملفات حساسة. من بعد دخلت مباشرة في الملف اللي هم أغلب الجزائريين، ملف الأجور، المنح والقدرة الشرائية. قالت إن الرئيس أكد لها أن الزيادات الشاملة راح تبدأ ابتداء من جونفي 2026. الزيادات تشمل الأجور، المنح الجديدة، وتحسين القدرة الشرائية بصفة عامة، وما راحش تكون لفئة دون أخرى بل لكل العمال والموظفين. لكن هنا طرحت سؤال مهم، كيفاش القرار يخرج من فوق والتطبيق في الواقع يكون ضعيف أو متأخر؟ ومن هنا انتقلت لأكثر ملف حساس، ملف المتقاعدين. قالت بكل صراحة إن المتقاعدين تعرضوا لإجحاف كبير، الزيادات الاستثنائية المعلنة في 2024 ما طبقتش كما يجب، والتثمين السنوي ما زال فيه مشاكل كبيرة في التطبيق. وأوضحت بأن الفرق بين القرار المركزي والتطبيق المحلي خلق أزمة ثقة حقيقية بين المواطن والدولة. وحسب كلامها الرئيس كان غاضب لأن بعض المسؤولين قدموا له أرقام ومعطيات غير دقيقة أو مغلوطة، إما خوفا أو تلاعبا. من بعدها دار النقاش حول الاقتصاد الوطني. الرئيس استعرض مشاريع كبرى، السكك الحديدية، المشاريع الصناعية، وتطوير البنية التحتية. الهدف حسب قوله هو بناء اقتصاد قوي يقاوم الصدمات العالمية ويخلق مناصب شغل ويقضي على جيوب الفقر. لكن لويزا ردت عليه وقالت ما نقدرش نحارب الفقر من غير إحصائيات دقيقة، والجزائر ما قامتش بإحصاء شامل منذ 2022، وهذا يخلي القرارات مرتجلة. واتطرقت كذلك لملف الحريات والقضايا السياسية، وذكرت قضايا ضغط محلي وحجر إداري ومشاكل مرتبطة بحرية التعبير. الرئيس حسب روايتها قال إن بعض الممارسات تجاوزت إطار الحرية ومست المؤسسات والدستور. ومن بين الملفات اللي دار حولها جدل كبير التعليم العالي وتعميم الإنجليزية. قالت من غير المعقول أستاذ قرر ودرس 20 أو 30 سنة بالفرنسية أو العربية تطلب منه يبدل للإنجليزية في 6 أشهر، وخصوصا في الطب وين المصطلحات والخدمة اليومية بالفرنسية، وهذا التسرع حسبها يقدر يهبط مستوى التعليم ويضرب قيمة الشهادات. وتكلمت كذلك على الرقمنة وقالت هي فكرة ممتازة لكن التطبيق العشوائي يخلق كوارث، تعطيل مصالح، طوابير ومعاناة خاصة عند المتقاعدين وفي الحالة المدنية. أما في قطاع الصحة أكدت وجود نقص أطباء ونقص تجهيزات وظروف عمل صعبة، لكنها أثنت على وزير الصحة الحالي اللي خرج للميدان وحاول يسمع ويناقش المشاكل من الداخل. ومن بين أهم النقاط اللي شددت عليها الازدواجية بين القرار والتطبيق، وضربت مثال المتقاعدين كأوضح نموذج. كما طالبت بفتح المجال الإعلامي، وقالت إن غلق الإعلام يخلي المشاكل تخرج في مواقع التواصل بلا تنظيم ولا نقاش مسؤول.
وأكد الرئيس حسبها أن الدعم الاجتماعي خط أحمر وما رحش يرفع قبل وجود إحصائيات دقيقة، لأن رفعه بلا دراسة يضرب الفئات الضعيفة مباشرة. وفي الأخير تلخص اللقاء كان صريح، فيه مواجهة آراء وفيه التزام اجتماعي، لكن تبقى الأسئلة مطروحة. هل وعود 2026 رح تطبق؟ هل المتقاعد رح يتنفس أخيرا؟ وهل الفجوة بين القرار والتطبيق رح تتسد؟ الأيام الجاية هي اللي رح تجاوب. قولوا لنا رأيكم في التعليقات وشوفوا تشوفوا مستقبل الجزائر، ولا تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس وتدعمونا باش نواصلوا نجيبوا لكم الحقيقة كاملة. سلام عليكم وإلى فيديو جديد إن شاء الله.